اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى مش وصفة ولا أكلة، النهاردة ريفيو عن الخلاط اللي هو ميانتا. طبعا أنا كنت مصوراه معاكم قبل كده في المشتريات، قلت أوريهولكوا وأوريكم كل حاجة فيه وأوريكم استخداماتي ليه. الخلاط ده اسمه خلاط ميانتا 500 واط، خلاط سعته لتر 75، 500 واط، ومعاه مبشرة ومعاه مطحنة. انا بوريكم شكل العلبة من بره الكرتونة يعني. لونه اسود، لونه جميل طبعا، ده احسن من اللون الابيض كمان، بس هو عيبه بس بيتوسخ بسرعة. معاه مطحنه ومعاه مبشره. طبعا الخلاط ده انا جايباه داخل على شهرين كده. طبعا انا جايه اعمل لكم ريفيو النهارده بعد استخداماتي ليه لشهرين. عايزه اقول لكم هو جميل وكل حاجه، بس حساس جدا جدا جدا، يعني عايزك تحسسي عليه. طبعا انا كنت مصوره الخلاط زي ما انتم شايفين ده قبل ما استخدمه. بعد كده قلت اعمل لكم ريفيو لما يعدي عليه حوالي شهرين، علشان اقدر اقول لكم مميزاته وعيوبه. وزي ما قلت لكم هو عيبه الوحيد ان هو حساس جدا، يعني عايز ان انت تحسسي عليه وتستخدميه محافظة شوية، يعني اللي يستخدمه حد يكون محافظ. طبعا ده زي ما قلت لكم 500 واط، اوعي تجيبي اقل من 500 واط عشان هيبوظ منك على طول. زي ما انتوا شايفين دي شكل الكرتونة من بره، والخلاط دي القاعدة بتاعته مكتوب عليها ميانتا بالانجليزي 500 واط. طبعا هو الميانتا تبع شركة فرنسية بس التقفيل مصري. طبعا احنا عاملين مقاطعة لحاجات كتير، بس مش لاقي حاجة مصرية خالص، يعني هو تقفيل مصري بس طبعا الحاجات اللي هم مستوردينها كلها من فرنسا. كان نفسي مصر ان هي تصنع حاجة من اولها لاخرها، لان طبعا احنا عاملين مقاطعة. اضطرينا طبعا ان احنا نجيبه علشان ما فيش حاجة مصرية 100%. دي الاول دي مبشرة بتبشري فيها. زي ما انتوا شايفين طبعا اللون الاسود جميل جدا. ده الغطا بتاعها من فوق، ومكتوب عليه من فوق كده ميانتا، الاسم محفور عليه يعني ميانتا اهو. ده الغطا، ودي كده المبشرة من جوه. بصوا ده السلاح بتاعها، وهوريها لكم من الظهر برضو، وكمان معاها مطحنة. بصوا الجوانب دي بقى اللي بيدخل فيها الغطا الازاز علشان يتقفل عليها لما تيجي تبشري. ده من ظهرها بقى زي ما انتوا شايفين اهو، هوريكم كل حتة فيها، ودي الجوانب. انا طبعا جبته بعد تشكير ناس كتير فيه، احنا اصلا كان عندنا ميانتا القديم، يعني احنا كان عندنا اصلا خلاط ميانتا القديم، وبصراحة كان جميل جدا جدا جدا، بس بصراحة كان اقوى من ده. ده اللي هو النظام الجديد الشفشق بتاعه حساس شوية، يعني التاني كان اقوى منه شوية. زي ما انتوا شايفين دي المطحنة من ظهرها اهو، ده شكل المطحنة من ظهرها، وده وش المطحنة. دي طبعا بتاعة البهارات، بوريكم السلاح بتاعها. طبعا بتطحني فيها اي بهارات، كمون، فلفل اسمر، حبهان، اي حاجة انت عايزاها بتطحنيها هنا. وده طبعا الغطا الازاز بتاعها برضو محفور عليه كلمة ميانتا. عايزة اقول لكم ان الخلاط ده بضمان سنتين، يعني معاه ضمان سنتين. دي القاعدة طبعا، القاعدة مكتوب عليها ميانتا 500 واط. طبعا ده الزرار بتاعها اللي بتضربي بيه، ترفعيه لفوق كده وتضربي. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، لتحت بيطلع وينزل. مكتوب عليها زي ما بقول لكم ده ميانتا 500 واط. هوريكم شكل القاعدة من تحت ومن جنب اهو، دي من جنب، ده من تحت برضو مكتوب عليها ميانتا، ومكتوب عليها صنع في مصر، لان انا بقول لكم التقفيل في مصر. وطبعا هو معاه ضمان سنتين. طبعا انا استخدمته داخل في شهرين، قلت اوريكم. ده طبعا انا مصوراه قبل ما استخدمه، وصورته برضو بعد ما استخدمته. ده شكل القاعدة، ودي الفيشة بتاعتها اهو. بص دي مكتوب عليه السعر 1045 جنيه، كان عليه تخفيض علشان كنا قبل رأس السنة. اهو مكتوب عليه كام واط، 500 واط، ميانتا لتر ونص. ده شكل الخلاط من جوه، وده السلاح بتاعه من جوه اهو، ازاز. هو حساس بس شوية، عايز يعني ايه محافظة جدا في الاستخدام. بس يبقى كده الخلاط شفشة. ده طبعا الغطا بتاعه، وكمان قاعدة، ومعاه مبشرة، ومعاه مطحنة. ده شكل الغطا من الظهر ومن الوش زي ما وريتكم كده. ده بقى شكل الشفشق بتاعه، معاه شهادة الضمان بتاعته. تعالوا ما اوريكم شهادة الضمان اهو، دي شهادة الضمان اللي بتيجي معاه زي ما انتوا شايفين. وده طبعا النوع الاصلي اهو. دي شكل الكرتونة من بره. ميانتا 500 واط، خلاط سعة لتر 75. بس بقى ده شكل الخلاط زي ما قلت لكم. طبعا لو عايزين تسيبولي في الكومنتات بعد كام شهر ان انا استخدمته اكتر يعني،
وعامل معايا ايه ممكن تسيبولي في الكومنتات وهرد عليكم. لو بعد شهرين 3 عادي هقول لكم انا استخدمته وعامل معايا ايه دلوقتي وكده. طبعا بقى ده بوريكم كنت بعمل كيكه، طبعا انا كنت مصوراها بس لسه مش نزلتها على القناه، فبوريكم استخداماته وهو بيضرب. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا، مع السلامه يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي انا لسه مصوراها من يومين بس، يعني ده بعد استخدام للخلاط بعد شهرين، فقلت اوريكم.